أن الغش في الامتحان لا يجوز، ويكفي أن نعرف حكمه بتسميتنا إياه غشا. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غش فليس منا. والاختبار والنجاح فيه يترتب عليه أمور هامة، يترتب عليه أولا الراتب والمرتبة والقيادة والريادة وأشياء كثيرة. فإذا نجح الإنسان عن طريق الغش فمعناه أنه ليس أهلا لهذه الأشياء التي تترتب على النجاح، فيكون بذلك ضارا نفسه وضارا غيره. ولهذا أنا أتوقف في حل الراتب للذي نجح في الشهادة عن غش، لأن الراتب إنما يبنى على إيش؟ على شهادة صادقة لا مزيفة. فالغش في الامتحان حرام ولا إشكال فيه. لكن بعض الناس يقول إن الغش في مادة الإنجليزي جائز، والظاهر أنه استصعبها، ولما استصعبها قال إن الغش فيها مباح، وهذا خطأ. مادة الإنجليزي وغير الإنجليزي ما دام مقررة لا بد أن تتقنها، ولا يحل له أن يغش فيها. أما من رأى شخصا من الطلبة يغش أو رأى مراقبا يلقن هذا الطالب فإن الواجب عليه أن يبلغ المسؤولين عنه ولا بد، وذلك لأن هذا من باب النصيحة. قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمسألة أمانة ودين، وتمكين الطلاب من الغش ليس غش لهم فقط، غش لهم وللإدارة، إدارة التعليم، ولوزارة التعليم، وللأمة جميعا، حيث يتخرج المتخرجون منها وهم ليس عندهم علم، علومهم في بطاقات يحملونها فقط.